السلام عليكم صحاباتي، كي راكم؟ ان شاء الله قاعد تكونوا غايه. انا صافا الحمد لله. سؤال عليكم ان شاء الله تكونوا كامل بصحه جيده. اليوم الفيديو يادرا البدايه تاع الفيديو جات شويه مختلفه على المؤلف. اليوم كان لا روتين لا والو، اليوم كاين فيديو تعريفي. سقسيتوني بزاف اسئله، كنت صح جاوبتكم على بعض الاسئله في فيديو، بصح كنت حطيتها مع روتين. ثم الاغلبيه اللي انضموا للقناه ما على بالهمش كامل شكون انا، شحال في عمري، من اي ولايه، ولا شحال عندي زواج. اليوم قلت ندير لكم فيديو سبيسيال نجاوب لكم فيه على كامل الاسئله تاعكم. وهذه هي البنات، دوك انتي اللي كتشوفي فيديو جديده متنساش ديري ابوني، ديري ابوني ولا نجيك، ديري ابوني، فعلي الجرس وخلي جيم وخلي لنا كومونتير شباب كيما نتيا، وروح نجاوبكم على الاسئله تاعكم. السؤال الاول، قلتوا لي شهو اسمك؟ اسمي شيماء، يعني اسم القناه شيماء روتين. الو، اسمي شيماء. من أي ولاية؟ من سيدي بلعباس. شحال عندي زواج؟ عندي عام ونص زواج. تزوجت في عام 2024. عقوبة البنات كامل اللي قرب عرسهم، يعني لهم عزبات، نقول لكم ربي يرزقكم ان شاء الله، تاني نتوما سعد لهنا. هذه هي. سقسيتوني الى نخدم ولا قاعده في الدار ولا نقرا. شوفوا البنات، ماني نخدم ماني نقرا، راني قاعده في الدار حاليا. هي صح كنت باغيه نسجل للبكالوريا، بصح مازال ما ديسيديتش العام. سماها حاليا راني قاعده في الدار. باسكو بزاف قالوا لي وشنو هو المستوى تاعك الدراسي. البنات نقول لكم انا حبست في البكالوريا وحبيت نجوزه هذا العام، يعني هذا العام كنت راح نجوزه، مي ربي ما كتبش. هذه قلت لي ساكنه وحدك ولا ساكنه مع العائله؟ البنات انا ساكنه مع العائله، يعني مع اهل الزوج، مانيش ساكنه وحدي، هكا باش نكونوا متفاهمين. سقسيتوني تاني، قلتولي كيفاش والفتي بعد الزواج، كيفاش صبرتي. شوفوا انا صح عندي علاقه كبيره مع دارنا، مع الام تاعي، مع الاب، مع الاخوات. شوفوا علاقه ما نقدرش نقول لكم سيرتو ماما كشغل منها صاحبتي، منها ماما، منها كشغل عندي علاقه معهم كبيره، تسيبوني نضحك معاهم. اللي شوفوا اغلب الاوقات كاع ما تلقوني مريحه معاهم، نضحك معاهم. اي صح في هذيك الفتره في الاشهر الاولى ما كذبش عليكم، صح جاتني صعيبه. ما كنتش نقدر زعما هكا كنت نتوحشهم بزاف، كنت بس الحمد لله يا ربي كشغل مع الوقت بدات تنزل هذيك الرحمه، بديت نوالف ودكا راني خير. صاي هادو هما الايام، وليت نروح وليت نجي. تقبلت الوضع كيما هاك، باسكو هذه هي الشيره اخرتها كشغل تبقى ضيفه في دارهم. يجي نهار وين تتزوج وتولي تروح ضيفه. هذه يسمى مع الوقت الحمد لله كشغل والفت. وتاني سقسيتوني سؤال واحد اخر، قلتوا لي شيماء كيفاش راكي منظمه وقتك؟ مليت نوضي الصباح بين الراحه، بين العنايه بالنفس، بين شغل الدار. شوفوا البنات، الحاجه الاولى كي نوض الصباح هي صح زعما انا ما كنتش نوض بكري، ما كنتش منظمه كامل وقتي، كل خطره والوقت اللي جا. هي صح نوض بكري بس نعاود نولي نرقد، ما نقدرش نعمل نقعد على كدايا. مي هاد الايامات وليت ننظم روحي، وليت نتمشى بجدول يومي، يعني ندير جدول يومي. مثلا شوفوا تبغوا ديروا جدول يومي ولا جدول اسبوعي؟ انا ندير جدول يومي. ندير كي شغل اليوم واش عندي صوالح ندير، العفايس كيما حنا نقولوا الاساسيين اللي لازم نديرهم في نهاري، وندير عفايس واحد اخرين اختياريين اللي بنديرهم انا في نهاري. ودائما كي شغل كي يطيح لي هذاك النهار نبدا بالحوايج الصعاب هما الاولى، باش هكذا نوخرهم من طريقي، ومن بعد يبقاو لي غير الحوايج الساهلين. سقسيتوني تاني سؤال واحد اخر، قلتولي كيفاش تتعاملي مع اهل الزوج باش تحافظي على العلاقه الطيبه اللي بيناتكم. الحاجه الاولى حاجه باينه نحترمهم، الاحترام هي الحاجه الاولى. الا طلبوا كاش حاجه ولا هكذا نجم نعاونهم بها، نعاونهم. وزيد نعاملهم بالكلام الطيب، يعني نهدر هدرة تكون في بلاصتها. وإلا إذا كان أي نقاش ولا نسي نتجنبه، سيرتو إلا كان نقاش صغير. هذه هي. السؤال اللي بعده، كيفاش نقدر نوفق بين اليوتيوب وبين حياتي اليومية؟ شوفوا، مخصصة وقت للتصوير ومخصصة وقت لحياتي يعني ولا روتيناتي اليومية. ما نخليش التصوير ولا اليوتيوب يضغط عليا نفسيا في حياتي، ولا وين يخليني مانيش مرتاحة. يعني مخصصة أوقات لكل حاجة راني نديرها في حياتي. السؤال اللي بعده، كنتو سقسيتوني قلتوا لي اسكو تشاركي الزوج تاعك في جميع الأمور ولا كاين أمور اللي تقدري أنك تخبيها عليه، يعني ما تقدريش تقوليها له. الحاجة اللي نشوفها أني تهمني أنا وياه، سما هذيك الحاجة نقدر نهدر فيها.
كاين امور شخصيه اللي نقدر نخليها بيني وبين نفسي ونقدر نحتفظ بها. هذه هي. السؤال اللي من موراه، واش هي الحاجه اللي تبدلت فيا بعد زواجي؟ اكثر حاجه تبدلت في شيماء هي المسؤوليه وطريقه التفكير، وليت نفكر ونخمم بزاف قبل ما ندير هذيك الحاجه، وقبل ما نجي نقرر على حاجه لازم نخمم فيها مليح ومليح. السؤال اللي بعده اللي كنتو تاني سقسيتوني عليه، قلتوا لي واش هي الحاجه اللي ندمتي عليها بعد الزواج؟ يعني تحبوا الصراحه انا جامي ندمت على حاجه كنت درتها في حياتي، ثم بعد الزواج ما جاتنيش هكا فكره انه ندمت على حاجه ولا درت حاجه. هذه هي. دونك البنات هادو هما الاسئله اللي كنتو سقسيتوهم، سيت ندي شويه منا شويه منا، ان شاء الله هادو يكونوا يفيدوكم، باش يعني ما تولوش كل مره وحده تسال سؤال وكل مره نجاوب وحده وحدها. يسمى هذا الفيديو ان شاء الله يكون يكفي، ونحطها فيديو تعريفي باش اي وحده تدخل للقناه اكيد راح تستفاد منه. دوكا نروح نجاوبكم للسؤال الأخير اللي هو سقسيتوني ليه بزاف صراحة. نحط لايف تسقسوني، نحط فيديو تسقسوني بزاف، سقسيتوني قلتولي شيماء اسكو راكي بالحمل؟ شوفوا البنات، نتوما راكم صحاباتي، ثم دركا وليتو عائلتي الثانية. حاجة باينة. شوفوا كاين صوالح في حياتي اللي نقدر اني نجاوبكم عليهم. ديجا كنت قلتها لكم شحال من مرة، قلت لكم كاين واحد الاسئلة اللي نقدر نجاوب عليهم، وكاين اسئلة اللي ما نقدرش نجاوب عليهم، وكاين اسئلة اللي ممكن مع الوقت اني نجاوب عليها. شوفوا البنات، حاجة باينة بإذن الله. نبارطاجيش معكم غير الطاقة السلبية، نبارطاجي معكم الطاقة الإيجابية. نبغي كي نفرح تفرحوا معايا، كي نشري حاجة تشوفوها معايا، كي نخرج نخرجكم معايا، راني ندير في روتيني راكم معايا. حاجة باينة ان شاء الله يا ربي نبارطاجي معكم الفرحة. بصح البنات كل حاجة تجي في وقتها مليحة، فهمتوني؟ يسمى ماشي تقولوا لي ماكش تجاوبين على السؤال، ولا علاش راكي تدرقي علينا، ولا كاين صوالح اللي يقعدوا خصوصيات يعني ما تقدريش تهضريهم في اليوتيوب، باسكو راكم هنايا متتبعات تاوعي ماشي قاع يبغوني، ماشي قاع. شوفوا نخلوا لي يبغوني على جهه، نروحوا نهضروا على اللي ما يبغونيش على جهه. كاين اللي تلقيها تحط في تعليقات سلبيه، كاين اللي تلقيها غير تعس فيك من البعيد، ما تخلي لكش ما با كومونتير. يعني ماشي قاع الناس تبغي لك الخير، ماشي قاع الناس تتمنى لك عيشه كيما اللي راكي عايشتها انتي. يسمى كاين صوالح البنات اللي ما نقدرش اني نجاوبكم عليهم. نتمنى ان شاء الله يا ربي حاجه باينه باللي نبارطاجي معاكم الفرحه. هذه هي. اسمع ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو تاعنا تاع نهار اليوم، وان شاء الله نكون كنت خفيفه ظريفه عليكم، وانتي شوفي اللي كي تشوفي فيا جديده. هذه القناه خاصه بروتينات عروسه جديده، خاصه بجهاز العروسه، ونبارطاجي معكم لي كوسميتيك، العنايه بالنفس، وتاني راح ندير لكم نصائح ولا مواضيع اللي تحبوهم نتوما. انا كل خطره كي نديروا الروتين انا نهضر لكم على موضوع سيرتو البنات اللي ساكنين مع اهل الزوج. ثم انت الا كنتي متزوجه ولا كنتي عروسه جديده انضمي معنا للقناه بيان سور الى عجبتك، ونقول لك مرحبا بك. هذه هي. ولا ما عجبتكش حبيبتي هذيك حاجه واحده اخرى، يعني ما نقدروش نسيفوا عليك ونقول لك قعدي معنا بالسيف مي راكي تراضي بزاف. وزيد البنات اللي ما على بالهمش رانا مره على مره نفتحوا لايف، ثم فعلي الجرس باش هكا كي نديروا لايف تحضري وزيدي تقصري معنا. هذه هي البنات. بون ان شاء الله يكون عجبكم لا فيديو، وان شاء الله ربي يفرحكم كاع وربي ينجحكم، ان شاء الله تكونوا تفهمتوني وتفهمتوا كامل تفهمتوا علاش ما نقدرش نجاوب على بعض الاسئله. وهذه هي. وتهلاو في روحتكم، علي غير نقول لكم تبقاو على خير، ونتلاقوا في فيديو جاي. مع السلامه.